السلام عليكم، معكم حنان. كنرحب بكم من جديد في القناة، وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفاتام صحة وسعادة وعافية ان شاء الله. اليوم واحد الوصفة اللي خفيفة ظريفة سهلة سريعة التحضير وكتجي بينا بزاف، ما نعاودش لكم، فكنتمنى تبقاو معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله بحول الله. ونبداو بسم الله على بركة الله في تحضير الوصفة ديالنا اللي كتجي مزيونه بزاف، خفيفة وسهلة وسريعة وكتجي بنينة بزاف. عندي هنا في واحد المقلة حبة ديال البصلة اللي مشلضة وفلفلة، حبة ديال الفلفلة حتى هي مقطعة هكذا طريفات صغار او مربعات صغار. غنشحرهم مع شوية ديال الزيت حتى يبداو ينزلوا. وغادا نضيف التوابل اللي هي عبارة عن سكينجبير او زنجبيل، الخرقوم اللي هو الكركم، والبزار، فلفل اسود، والتحميره اللي هي البابريكا، والملح من طبيعه الحال حسب الذوق. وهاد التوابل كلهم غادي نضيفوا منهم نصف معلقه صغيره، يعني من كل تابل او من كل عطريه. صافي غادي نشحر هاد المكونات كامله مزيان هكذا واحد 5 دقائق حتى يتشحروا مزيان وينزلوا. هنا ضفت معلقه صغيره ديال بودره الثوم اللي كتجي زوينه مع هاد الاطباق هكذا كتواتى معها. ومن طبيعه الحال ما كانش غادي نديرو ضريس ديال الثومه عادي محكوك حتى هو كيجي مزيون. صافي غادي نبدا نشحر في هاد المكونات كامله مزيان حتى كتنزل. من بعد ما كيتشحروا مزيان غادي نزيد صدور الدجاج او البيبي اللي متوفر عندكم. غادي نضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال هكا مطيشه ديال الحك او مطيشه مطحونه او مصبره. نخليهم يتشحروا مزيان. ومن بعد غادي نضيف واحد المعلقه كبيره حتى 2 ديال القزبر او المعدنوس او هكا يعني مخلطين اللي متوفر. صافي وغادي نخليها تشحر مزيان. وها الحشوه ديالنا جاهزه. غادي نغطيو على الدجاج ديالنا ونخليوه يطيب حتى يوجد. وهنا غادي ناخذ المول اللي غادي يدخل الفران، اي مول عندكم كيدخل الفرن. غادي ندير فيه هنا بطاطا مقليه قليتها. يمكنكم غير تدخلوها الفران الا مبغيتوش تقليوها، طيبوها في الفران. وغادي نستف فيه ديك البطاطا ديالي. غادي نستوي ديك البطاطا كامله هكذايا مزيان. كنديرها على ورق مصاص باش يمص ديك الزيت الزائد. صافي من بعد غادي نستف ديك البطاطا ديالي كامله. والحشوه ديالي من بعد ما طابت غادي نزيد عليها واحد شويه هكا ديال الزعتر، نخلطو مزيان كيعطي واحد الريحه زوينه حتى مع الحشوه. صافي وغادي نخوي هاد الحشوه اللي درت فوق البطاطا ديالنا، ونحاول هكذا نقادها. انا وجدت البطاطا يعني قليتها مسبقا، راه كلشي كيعرف يقلي البطاطا. باش ما نطولش عليكم الفيديو شكون طويل، صافي كنستفوا هاد الحشوه كنفرقوا يعني هكا مزيان. صافي من بعد ما وزعت الحشوه ديالي غادي ندير كذلك كمرحله اخيره. عندي هنا خليط من الاجبان، يمكنكم ديروا يعني الجبن اللي عندكم متوفر
صافي وكيكون الكرطان ديالنا واجد. غندخلو الفران واحد 15 20 دقيقه تيذوب الفرماج يعني تمتزج المكونات مع بعضها، ويكون الكرطان ديالنا واجد سهل سريع بسيط وكيجي بنين 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 بزاف، كيحمق. نتمنى ان شاء الله تجربوه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، كيجي زوين، كيجي معلك وكيشهي. للاسف ما صورت فيديو، ولكن ما عرفتش الفيديو ديال الشكل النهائي فين مشى لي. الحمد لله بقاو لي التصاور باش تشوفوهم كيفاش جاو. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، راها كتجي زوينه بزاف بنينه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونال استحسانكم، وما تبخلوش على اختكم حنان بلايك اشتراك بارطاج مع الاهل والاصدقاء. شكرا بزاف، الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله.